زي كل تلات وعارفين الفقره دي بتحبوها جدا، فقره الجلديه والتجميل مع دكتور عاصم فرج. اهلا بحضرتك الاول. اهلا بيك. أهلا. وهنتكلم النهارده على انه مش الدنيا مش كريمات بس، لا بيمشي معاها بالتوازي التغذيه السليمه، لان في حاجات بتضر بالبشره. ايه موضوع الانتي ايجينج؟ يعني انت النهارده عايز تكلمنا عن حاجات ليها علاقه بالانتي ايجينج. احنا ممكن نعمل معاكم هنا ومع الناس تتتبعنا، بس يجيبوا ورقه وقلم. هيمشوا معانا، انا متاكد في خلال شهر شهرين الدنيا هتتغير معاهم في بيتهم، هتتغير في شكلهم. مش كلام بيع كلام، لا، بس احنا الاول هنعمل قوانين عامه ونمسك واحده واحده منهم نفسر عشان ما نتوهش من بعض. ناخد معانا بعض حرف اس، الاسات كلها الاسات فهنراجعها تاني. الاسات اول حاجه اس سليب، ضروري ننام مده كفايه. اللي انا هقولهم دول كلهم مش شرط تمشي على الكتاب، يعني انا مش هعجزك او مش هعجزه. طب يعني انا لو هنام انام قد ايه؟ 7 ساعات. 7 ساعات. انا قصدي ايه يا مفيده؟ انا هقول 7 8 حاجات. مش شرط امشي زي الكتاب، لا يا شيخ امشي 8 على 10 7 على 10 بس ابقى عارف بالظبط، ابقى عارفه ان انا لو عملتهم كلهم انا وشي هيبقى احسن وجسمي وهصغر. هختصر 10 سنين من غير رينكلز. طيب. يعني كتير جدا. فانا بس ليه؟ لان انا مش عايز يا كل ده، لا ابدا. نمشي حته حته. طيب. يبقى اول اس سليب ويل، يعني ننام. اول اس ننام بمده كفايه، ونوم بالليل احسن. 7 ساعات. 7 ساعات نوم بالليل ده ملوش حل. بمنوم او من غير منوم، عشان في ناس كتير بيبقوا شغالين على المنوم. ما احنا مش هننام بمنوم في السيستم الانتي ايجينج ده كويس. هنقفل وهننام. يبقى اول اس سليب ويل. سليب ويل يعني نام كويس. ولا شفت سهير بره قلت لها انت اس برضه يا سهير من الاس. محتاجه سليب ويل دي. عايزه سليب، عايزه الاس. مش نجيب سيري سهير عشان النهارده دخلت علينا، بصت لها انا وفينا راحت وقعت. لا يا ساتر استر يا رب، لا بلاش. يبقى قمنا الصبح ضروري يكون في هنيجي الاكل. هناكل ايه؟ اول اس ممنوعه خالص الشوجر والسولت. يبقى انا هعمل فاصله ايه صح كده في السكر والملح. يبقى انا هقول اس سليب هو ده اللي مطلوب. ادي اول اس. ده اللي كلمه يس اللي نعملها. ايوه يس. نو شوجر او اللي هو سولت. سكر وملح. ناقص حاجه ودي جديده سنه. الناس بتحب تقمر العيش، اكيد انتوا عارفين طبعا. ما تحرقوش. دي مصيبه كمان، يعني مصيبه تساوي اكتر من الصوت السكريات اللي فيه بتتحول الهيدروكربونز المحروق ده. ما بيعملوش غير كده يا دكتور. ما انا عارف. لا ده استنى انت شكله غير كده. لا ده مضر الى اقصى درجه. والجلايكيتد، يعني ايه جلايكيتد؟ بعض الحاجات بتتحول الهيدروكربونز وكده تتحول الى السكر جوه. وبالتالي برضو اي رز محروق وكل النشويات اللي بيحصل ان دي الهيدروكربونز دي اللي هي محروقه بتتحول وتاخد من تبتدي التجاعيد تظهر بدري. يعني انا اللي عايز اقوله، والواحد يحصل له ايجينج بدري جدا. يعني انا اللي عايز اقوله سخن الاكل، سخن العيش، السمك مشوي، بس شيل الرده. اللحمه المشويه دي برضو ما توصلهاش لغايه الريش لما بتتحرق وحشه جدا. كل دول معانا كده. يا نهار اسود. ولا التفال ما حدش لا الرز لما يتحرق. انت دقت الرز مع الحله الجديده. انت دقت الرز وهو محروق جميل، بس ده برضو اللي هي في الجدول الناحيات. نو صح. شوجر لا، سكر لا، حاجه لا. حرق العيش. احنا نديكم مثلا حرق العيش وانتوا بقى ايه حطوها. كملوا اي حاجه حرق لا. يعني يبقى احنا هنمشي مع بعض 1 2. برضو انا مش هسيبكم عشان محدش يسرح مني. اول اس سليب ويل. تاني حاجه قمنا الصبح هناكل. قبل الاكل ضروري نمشي، بس نمشي يعني. وعشان كده مش اكسرسايز، سبورت. هو عشان الاس ما ننساهاش. ضروري اي حد فينا يمارس نوع من انواع المشي. تحديد الرياضه اللي انا اعملها مش شغلتنا.
دكتور يعني انت سبورت يعني؟ انا السبورت اول ما اصحى من النوم ولا ممكن اثناء النهار؟ لا، اول ما نصحى، لانها تفضل اكتف معاك اليوم بحاله. يعني صحيح. جميله جدا القاعده دي. يعني ايه؟ لو يعني انت ازاي دي؟ اول ما تصحى، ده حلم من احلامي اصحى انزل اول ما تصحى. تصدق بيقول لك ايه؟ طبعا الرقم الايديال ده بعيد شويه، 40 دقيقه او بتاعه 30 دقيقه مشي خفيف خالص خالص خالص. انما انا عايز اقول ايه، ان شاء الله 10 دقائق ربع ساعه نمشي فيها على تريد ميل. طبعا هو بقى الايديال يقول لك امشي في اوبن اير ومش عارفه ايه وكده، انما دي هنمشي. يبقى اول سليب، سبورت، دايت شوجر فري، سولت فري. يعني ودي مهمه قوي، ما فيهوش حرق وما فيهوش جلايكيتد. يعني بعض النشويات بتتحول الى سكريات وتدمر الدنيا. اذا انا 1 كده 2 نوم 3 ورياضه ده المسموح. اللي مش مسموح السكر والملح واي حاجه نحرقها. ايوه. طيب هنبتدي رابع حاجه بقى الصن. صن. رحنا شفنا الشمس ضروري نحط صن سكرين. وانت حافظاها معايا اظن قبل ما ننزل عارفه بره ساعه وكل ساعتين. لك على بره لما انت ما كنتيش موجوده قالت لي المساعده بتاعتك مش موجوده. حافظه. انا كنت مش حافظه بليده. عندي بعض الاسئله فيما يختص بالصن سكرين. حاضر. ستات كتير بيبقوا عايزين يحطوا الصن بلوك ده بس بيقولوا انه بيدهننا وبيزيتنا يا دكتور. السلام. فاحنا هنقول لهم دلوقتي تختاروا ايه؟ نختار ايه واسمه ايه؟ صح. واسمه ايه عشان يتحط وهم يبقوا حاسين انهم يقدروا يحطوا مكياج بعدها يخرجوا ما بيبقاش مدهن على صح. دي ضروري نعرف انواع. نخلي الاجابه بعد الفاصل. نستسمحك نطلع لا سلامتي تأمري. ونرجع نواصل حوارنا مع دكتور عاصم فرج. كان في زميله المره اللي فاتت ما كانتش عارفه. ما زلنا بنواصل حوارنا واحنا مش راحمين دكتور عاصم فرج في الفاصل. انا ومفيده اسئله على طول على طول. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الصن بلوك. وكنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نقول لستات كتير اللي ما بيحبوش يحطوا صن بلوك لان واخدين انطباع انه بيدهن او بيفضل ابيض. صح. وده ليه؟ هي اختارت الغير ملائم. طب انا ايه اللي يلائمني؟ هو ده اهم حاجه. ايه اللي يلائمني انا نوع بشرتي؟ طب احنا عندنا كم نوع بشره يا دكتور عاصم؟ في واحده بلاش كلمه بيضه وسمره وغامقه، بلاش دي. تقدر تاخد لون بسرعه ولا ما تقدرش؟ في ناس البشره بتاعتهم نيفر تعرف تاخد لون. يبقى دول اللي هنسميهم نمره 1 و2. ما تعرفش تاخد لون. طب دول يعملوا ايه؟ ما دول لما هتحط صن سكرين هتختار نوع عالي لانها بتحمر. عالي قريب من ميات بلس 50. احنا هنقول كل دول بلس 50 يعني. انت عارفه المشكله في الايه؟ انها هل بشرتها دهنيه ولا جافه ولا بين البنين؟ والناس اللي زي حالاتي من البشرات اللي ما فيش 10 دقايق تكون واخده لون. واخده لون دي ليه؟ لان انت هنقول عليها 4. معلش احفظي معايا. 4. انت 4. 4 ده بيلقطوا لون بسرعه. ما فيش تمشي للاول. ده اشاره. دي ضروري برضو زائد 50. بس اهم حاجه هي بشرتها مختلطه. يعني انا عارف. فهي بشرتها مختلطه. البشره المختلطه دي النهارده هتستخدم الكريم، بكره هتيجي تقول لي تعبني، بعده هتيجي تقول لي ده حررني. طيب. بعده فخليها في الملك. يبقى احنا هنختار ده جميل وهيريحها. وهقول لك حاجه عشان خاطرك يعني مش عشان حاجه. حطيه في الثلاجه. اوكي. شوف والله بعشرك. حطيه في الثلاجه هيعمل لك سوزنج. هيبقى كانك جبت ثلج ومشيته. حط الصن بلوك اللوشن في الثلاجه يا ستات. حط الصن بلوك في الثلاجه. لا مش هيجمد ولا ملك. بعيد شويه مش تحت الفريزر. لا بعيد شويه. نحط منه ولا هيعجننا ولا حاجه خالص ولا الهواء. انما السوزنج هيعمل لك احسن. وفي منه دلوقتي حاجتين. سهير عارفه واحده منهم. في الكومباكت الجديد ده دلوقتي. الكومباكت ده هو الصن سكرين. فانت بدل ما تجيبي صن سكرين وميك اب يعني او ميك اب في نفس الوقت. ليه ارقام. سهير تعرف قروبه. ما طلبتش حاجه من امريكا الا هو. فالمهم SPF بتاعته 55. والبودر بتاعته ده كذا لون.
يجي عندك 10 تلوان. الواحده عامله ميك اب تمام. خفيف. بس انا من الشخصيات يا دكتور كتير من الستات الا لما بيبقى بعد ما عندنا شغل زي انا ومنى كده احنا بنحب نمشي بوشنا خلاص. فانا انا احط السان بلوك اللوشن اللي انت بتقول عليه ده في الثلاجه، اجي الصبح اقوم حاطاه ونازله يا وهيعمل لك سوزنج افكت. مش انت حضرتك قلت نحط كل ساعتين فوتوديرم؟ انا بحطه في شنطه ايدي. صح. وفي منه كمان سبراي دلوقتي يريح جدا. انما عشان احنا بنحب الاسامي احنا اهو فوتوديرم ده فوتوديرم في ميلك. الفوتوديرم ميلك ده ما شاء الله يريح جدا ويعمل ترطيب. طب ليه بعد شويه بشتكي منه تلاقي مثلا اللي كان بيريحك هل البشره اتغيرت؟ اتغيرت. هو قال في الفاصل انا عايزه اقول في الهواء. هو قالها دلوقتي. انا وانت بشره واحده. بتتغير حتى في منهم تتغير من سنه لسنه. هي الصيف اللي فات كانت متعوده على كده، هي الشتاء اللي فات جت السنه دي حصل ايه؟ البشره بتاعتها اصبحت جافه جدا، اتغيرت والجو بيتغير. والجو بيتغير. بس البشره الجافه دي ايوه مش هينفعها ميلك، هتتحول لكريم. احنا لغايه دلوقتي قلنا 3 اس. ايوه سليب صح، النوم، الرياضه، الصن، ونستعمل صن بلوك. يا جماعه الموضه دلوقتي او كل ست النهارده تتفرج عليا لازم صن بلوك. خلاص اللي هو يقول لك انا مش محتاجاه انا لسه صغيره ما ينفعش. صن دامج ده مهم جدا. طيب في حاجه بقى في الاكل برضه حابه ادخل له بالتفصيل. بعض الحاجات ما بقاش لها يعني ضروري. في اكلات وكنا ابتديناها بتفتح اللون وتعمل في خلال 3 شهور برايتنس. حاجه غريبه جدا. اهمها كنا اتكلمنا على الشيري توميتو. عاملين كميه دراسات بره على الشيري توميتو بتاع الطماطم الصغيره دي. ليه؟ لانها فيها انتي اوكسيدنتس عاليه جدا جدا جدا. القشره يعني بتاعتها اهم. نعم نترجم بس. مضادات الاكسده فيها عاليه جدا. يعني فيقال 5. معنى كده ان احنا نقول لكل ام النهارده خلي طبق السلطه بدل الطماطم بتاعنا اشتري من السوبر ماركت علبه كده شيري توميتو بتبقى صغيره كده، حطيها اعمليها بس للسلطه. صح وتبقى لذ بيحبوها الولاد ده بدل ما بياكلوا ان شاء الله ياكلوا فيها. ايه اللي مهم جدا؟ الشاي الاخضر. بس بلاش راس الشاي الاخضر. الليف اللي هي ورقه الشاي الاخضر او اعشاب يعني ورقه اللي هي ورقه جاهزه. كل دي انتي اوكسيدنت. بس اللي اهم فيها ان التصنيع بيفقد الحاجات قوتها. يعني عشان كده الاقراص، المغلفات، كل ده هنبقى نتكلم عليه كتير جدا. فالورقه الليف اللي هي بتاعت الشاي الاخضر اللي هي التي ديت جرين تي دي زي ما هي تحطها في ميه سخنه وبقيت عامل زي اللي هو الطباخ علب جاهز. ماركه يعني ما فيش داعي، مشهوره جدا. نمره واحد فيهم العلبه صفرة كده هتفتحها تطلع الورقه كلها كده مش فتقوم حطاها يعني. دي 100% انتي اوكسيدنت. تشرب قد ايه منها؟ تشرب حتت صغننه كده شويه 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 قد كده يبيض الوش زي الشيري على اللونج ران. اعلاهم الاسبان حتى اول ناس اكتشفوا ان الطماطم دي هي اللي بتفتح قوي قوي قوي. الشيري توميتو، الشاي الاخضر، وده مهم قوي. في ايه؟ النتس مهم. النتس جدا. مكسرات النتس بالذات فيها السيلينيوم. يقال ان السيلينيوم فيها نوع من النتس بس مش هقوله علشان ما يدخوش عليه في مصر. مش موجود. مش في مصر. ايوه نتس المغربي ده المبطط ده خالص مليان سيلينيوم بشكل مرعب. طب ناخده اقراص. ما احنا قلنا التصنيع والتخليط بيفقد حاجات كتيرة قوي. ده انا هقول لكم من الحاجات اللي هنتكلم عليها كتير ان التغليف بتاع الاكل وكده في كره ضده. ليه؟ المواد الحافظة أصبحت دلوقتي العدو الأول للأنتي ايجينج. المواد الحافظة دي متعبة. أنا عارف طبعا إحنا عايزين نحط قاعدة إن أنا مش هقدر أعمل كل حاجة بنسبة 10/10. كله لا يترك جله. ما طبعا أيوة دي فيها حتة دينية كمان مهمة. الحاجة كلها هاخد. لو إحنا بنتكلم أنا كنت عايزة في بعض الأدوية مش موجودة هنا بتبقى بره بيبقوا هم قايلين مثلا سيلينيوم 100% بيور.
ما ده سيلينيوم 100% بيور ومع انه مغلف اقراص. ما انا عارف، بس خدي بالك اقروا تحت FDA ابروفد ولا لا. يعني لانها هي شركه كبيره، هي ما انا عارفها دي مهمه قوي. المغنيسيوم والبتاع لا البطرمان السيلفر ده تحفه صح؟ تحفه و100% سيلينيوم. اصدق يعني معنى كده لو انا بني ادمه الاكل عشان الدايت وكده برضو ستات كتير طبعا بيتفرجوا عليه. لا احنا لا يمكن هنطخن حد. اذا كنت بقول لك شوجر فري وسولت فري وكربوهيدرات فري من الهواء مش هنطخن. التغذيه حضرتك كلمتنا عن دورها اللي بيمشي بالتوازي مع الكريمات خلاص. كريمات. طب الناس اللي بتتغذى على اكل نباتي برضو بيوصلنا لنفس النضاره. ده انا هقول لحضرتك اخواننا اللي قبض دلوقتي دخلوا الصيام الكبير. انا ماشيه طول السنه معاهم فهو عندهم البقوليات تعويض قوي جدا. يعني انا امبارح واول وبتاع بيقدروا يتعوضوا البروتين اللحوم من البقوليات بروتين نباتي وكل ده. بس انا برضو بقول لهم بلاش اللي هي الحاجات، ما يعتمدوش على كل الحاجات اللي فيها بريزيرفاتيف اللي هي حاجات فيها مواد حافظه كتير سابقه التجهيز يعني دي وحشه جدا. التخزين مش مضمون. صحيح. الثلاجات بالليل مش مضمونه. هاتوها واعملوها خدوها واعملوها زي زمان. يعني احنا كنا زمان واحنا صغيرين نشم الريحه. احنا كده واقفين لغايه 4S لغايه اخرنا السن. ايه بقى الاس الثانيه؟ هي مش اس، هي تي اتش انما تمشي في كذا اس ثانيه. انما اللي مهم قوي ثينك يانج. الثينك يانج دي احنا اتكلمنا فيها، ودي واقول لكم انها تمثل 50% من الانتي ايجنج بروسيس. ان على طول ابقى بفكر ان انا صغننه. دي حاله نفسيه بقى. لا تصاحبي بنتك. بتصاحبي الصغيره. صاحبي منها. يعني ايه صاحبيها بجد مش صاحبيها. ما هي النتيجه شعرها ابيض. ما انا عارف. انا من كتر ما صحست منها بقيت اصغر منها. فاحنا هنمشي على البرنامج مع الساده كلنا، هيلاقوا نفسهم بقوا صغرنا هيلاقينا نفسنا صغرنا جدا. يعني انا اللي عايز اقول لك بس الثينك يانج دي انا عايز اقولها لكم انها مهمه جدا. طب ازاي نعمل ده؟ اللي هي مش تسيريها، لا تصاحبيها. والله انا بفرح بيجي لي الام وبنتها والجده قالت اصل احنا رايحين كافي سوا ومش عارفه ايه. يا نهار باين ما شاء الله انتم مصاحبين بعض. قالت اسرارنا مع بعض. كلمه اسرارنا مع بعض دي غايه في اول ما تنفخي من بنتك انت كبرتي. وانا ما اتحملش الحاجات دي وانا ماليش في الحاجات دي. اول ما تقولي هوف هم مملين في بعض. لا معلش. لا ده ربنا يخليهم لينا. ربنا يحلونا. اكبر زن في تاريخ البشريه. يقعدوا عايزين حاجه اوف جاي. هم مرايتنا. انا ما باخدش بالي من اي حاجه عندي الا لما بنتي تقول لي. انا ما ببصش في مرايه اساسا. لا فهي ليه انهم عندهم حاجه بيسموها قوه ملاحظه مرعبه جدا. صحيح. فهي اللي هتطلع. المهم مع الاس اللي هي بتاعت السان سكرين اوعى ان احنا سان بروتكشن احسن. السان بروتكشن والدايت ده في حاجه كويس ان انا افتكرتها وهي اللي هي الشوكليت دارك شوكليت مع الطماطم الشيري توميتو والشاي الاخضر اكبر انتي اوكسيدنت. محتاجين معاهم حاجه فيها اوميجا. فالحاجه اللي فيها اوميجا في حاجه غاليه عشان ما حدش يزعل مني، سموك سالمون وكده غالي سن ودمه تقيل. التونه رخيصه والبكالة ارخص. في سمك اسمه سمك بكالة كده رخيص. الحاجات اللي فيها ده رخيص. طب غير الاسماك ايه؟ ما هو الاسماك لا ملهاش حل. اللي هجيب لك منين؟ انا اقراص انا ما بحبش. خدي اسماك شعرك هيسود جنبي ده كويس جدا. شعري النهارده مع سيد اتظبط اهو. انما هنقول تاني الاوميجا ودي مهمه خالص. وكنا سالنا سؤال على فكره ما جبناهوش. طب ايه؟ هل في عندي انتي ايجنج للشعر؟ طب في ده ولا لا؟ بس ناخد ناديه ورشا لانهم هم بيعيطوا على التليفون. ناديه مساء الخير يا ناديه. مساء النور يا حبيبتي. ازيك؟ اهلا وسهلا. اتفضلي. بسال بس الدكتور عاصم. اتفضلي بسؤالك حبيبتي. انا عملت عمليه فتح بطن بسبب كان في مشكله يعني في الامعاء. سلام. وما كانش شعري بينزل خالص. ودلوقتي بينزل بفظاعه.
بفظاعه، يعني خايفه ان راسي تبقى ما فيهاش شعر بالمره. اسالك سؤال واحد، اتفضل. نوع الشعر اللي بيقع امسكيه كده، بصي حضرتك يا ناديه امسكيه كده. أيوة. في الاخر حاجه تخبط فيكي، في جدر ولا ما فيهوش جدر؟ في شكرا، 80% من المشكله اتحلت. هقول لك هتعملي ايه. شكرا مدام ناديه، بنشكرك جدا، الف سلام عليكي. رشا معاكي. رشا يا رشا. ايوه ازيك يا مفيده؟ ازيك يا حبيبتي؟ قولي سؤالك. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. اتفضلي بالسؤال. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور عاصم؟ اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا رشا. لو سمحت بعد اذنك، انا عندي التنية اللي هي البني دي. عندك ايه؟ التنية اللي هي البني دي. حاجه بني اللي هي ايه؟ حاجه بني في جسمي كده اسمها تنية. حاضر، دي سهله. يا ريت كل الحاجات طيب. تتصل. في حاجه تانية يا رشا؟ هقول لك تعملي ايه. شكرا لتليفونك جدا. مدام ناديه بس الاول مدام ناديه ده اسمه تيلوجين افلوفا. معلش نقول ده تساقط شعر رياكشنال. يعني ايه رياكشن؟ تفاعلي نتيجه حدث. هي عملت عمليه الحمد لله، تعد 6 اشهر بالملي، تمسك الساعه والنتيجه بعد ال6 اشهر ما يعدوا يطلع شعرها كويس. محتاجه ايه يا رب تقولوا بقى؟ محتاجه ايه؟ هي هناخد كرياستيم. كرياستيم ايوه قولي. الانافيز. شوفي عارفه ما بتذاكرش. لا انا ادي اخره السفر وبتاع. تهزلوني يا شيخ. هي هتاخد في انافيز شامبو والكرياستيم ده 10 رشات. وال10 رشات دول بناخدهم يوم بعد يوم لمده قد ايه؟ لان الاناجين يبتدي يطول. الاناجين ده اللي هي فتره نمو الشعر لمده 6 اشهر هتلاقي الدنيا كويسه خالص. طب وتاخد ايه لعدم تساقط الشعر؟ ما هو بتاع ديل الحصان اللي احنا من عنق الحصان. اكرينال. الاكرينال محتاجين مراجعه. اكرينال. ايوه تستعمل اكرينال ده شامبو. وفي منه ماسك بيتحط له ماسك، وده مهم جدا عشان توقف بس يوقف السقوط ويبتدي يطلع بقى. 6 اشهر بالظبط. 6 اشهر بالظبط هنلاقي لو شعرها كان ناشف وهو بيطلع، وده اكسبكتنج. قلنا النيوتريسيرا، حتى كانت سالتني عليها وفي ده كتير. نيوتريسيرا كريمات هنا للاطراف الشعر. ده كريم اللي هو نيوتريسيرا وتحط كده جميل، تلاقيه الدنيا ماشيه حلو. 6 اشهر. لو فاتك الاسامي دي شوفي الفقره دي على تشوفيها هتلاقي الدنيا ماشيه كويس. الثانيه رشا التانية فيرس كالر او التانية الملونه او متعدده الالوان. في منها بني وابيض. ديت سهله. اهم حاجه انها اول ما تطلع تعالجها بدري. ايه بقى تعمل؟ في راس اسمها ديفلوكان. حتى دكتور دي مش خطر؟ لا. طب ليه بيقولوا لك لازم تاخد كل 6 اشهر او مره في السنه؟ لا انا عارف انت قلتي على حاجه تانية. لا اللي هي حبه واحده. لا هما بيخافوا، كانوا زمان فاكرين انها تخوف. انما هي كبسولتين كل اسبوعين. اللي هي اسمها ايه تاني يا دكتور؟ ديفلوكان. طب بعد اسبوعين لمده 3 اسابيع. 3 اسابيع او اكتر شويه، ما فيهاش حاجه. كل اسبوعين مده 3 جرعات. 3 جرعات 2 2 2. فرق بينهم اسبوعين. هتكلمنا في ايه دكتور بقى؟ حاضر. احنا هنكمل الانتي ايجينج بس هنكمله باستفاضه في الكريمات. ليه؟ لانهم لقوا ان من سن 0 ل 20 نوع مثلا زي الايزوفيل، من 20 فما فوق ايزوسيل. يعني عايز اقول لكم ان كل كريمات ترطيب وكريمات انتي رينجل والحاجات دي ليها سنه، ليها سن. فانا عندنا كام؟ اول حاجه الوقت معين بنتعرض للشمس ولا. الجميل بقى ان جبت لكم توينز. يعني من 1 ل 20 ليها حاجه، ومن 20 فيما فوق. البنات اللي بيسمعونا النهارده اللي عندهم من 20 سنه بيستعملوا كريمات معينه من المنتج ده. والستات اللي اكبر من 20 سنه بيستعملوا نفس الاسم ده بس بتكمله ثانيه لسن تاني. خاصه هل هي بتتعرض للشمس كتير ولا لا؟ اوعى ننسى عشان نقفل الاس كبيره كده. اللي هي اول واحده سليب ويل، تاني حاجه سبورت، تالت حاجه ودي مهمه خالص سولت فري شوجر فري. ناقص حاجه بس ما اقدرش عشان ضميري يأنبني، سموكينج الاس الخامسه. طبعا. سموكينج التدخين يا جماعه كل انواعه. سموكينج فوربيدن. وخصوصا ان احنا
سجاير او شيشه او تدخين سلبي. باسيف ولا الاكتف مع المواطنين. لا ضروري نشوفهم بيعملوا ايه. الاربعه والشمس والصن. بعد كده بقى الديتيلز بتاعه الاستخدام للجلد عشان نخليه اكثر نضاره، زي ما قلنا الوصفه بتاعه الاكل دي اللي هي اوعى تنسوا الطماطم، شيري توماتو، شاي اخضر ليف، واللي بتاع ده، واللي اهم من كده السيلينيوم اللي موجود جوه النتس. الدنيا بتتغير خالص، بيحصل برايتنس. المغربي لو كان ايوه برايتنس اوكي. والمره الجايه هنتكلم والشوكولاته واللي هي الشوكولاته الدارك شوكليت. دارك شوكليت كويسه مهمه قوي. نشكرك دكتور عاصم فرج وشرفتنا، ونتمنى ان شاء الله نستنى اللقاء الجاي باذن الله. ان شاء الله. بعد الفاصل وازمه نقص الدواء وتاثيره على المرضى بعد الفاصل. انتظرونا.